أكد سامحني. فتح التحقيق هو القاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمنستير السيد محمد العبيدي الثامري. طيب هذا يأكد الحمد لله أنه صوابية اختيار موضوع. سي عبد الباسط السماري الخبير في البنية التحتية يريد يوجهك سؤال، تفضل. سي نجيب مراد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. اسمح لي باش نسألك سؤال نعرفه باش يحرجك. انتم متأكدين اللي زين العابدين بن علي هرب ومحمي، دونك قمتوا برفع قضية معناها سرابية، لكن الجماعة اللي كنت انت بدك تحكي توا اللي هم متورطين ومتواطئين ومصحين في الصفقة هذه الكل، ايش بكم ما رفعتوش ضدهم قضية؟ أولا. ثانيا بكري ذكرتوا معناها السيدة ماجدة البكوش باش نسميها هنا كي انت ما حبيتش تسميها. نعم نعم. واللي هي كانت معناها عضو في المفاوضات وخرجت وما تحترمتش مبدأ لا نون كونكورونس والتحقت بالطاف، ايش بكم ما رفعتوش ضدها قضية؟ ثانيا فقط ثالثا استنى بشوي بشوي، انا نتصور والمواطن العادي يتصور وخاصة المعارضة للنهضة تتصور انه علاقتكم الحميمية مع تركيا خليتكم تتغاضوا وما تتبعوش العملية بطريقة يعني فعالة في تتبع كل من ساهم في هذه العملية اللي هي خيانة موصوفة. أنا قلت أول ما بديت خيانة موصوفة للشعب والوطن التونسي. أنا نحب صرامة تكون وأنت نائب شعب، ماكش في مجلس تأسيسي عضو حركة النهضة، أنت نائب شعب، أنت نائبي أنا اللي أنا ما انتخبتكش، يعني أنت بطريقة ديمقراطية حتى ولو أنا ما انتخبتكش وأنت وصلت عن طريق الانتخابات وليت تمثلني أنا، ولذا أنا نحب أكثر شفافية، وخاصة الدستور الحالي يمكنك من الشيء هذايا. عندك الفصل 13 يعطيك السيادة، وعندك قانون معناها اللي هو يمكنك من نفاذ المعلومة، وعندك الاتفاقية الدولية اللي تونس صادقت عليها في 2008 لمكافحة الفساد، وعندك العديد من القوانين المحلية والدولية اللي تخليك تدافع على الصالح الوطني. أنا نشوف ثم تقصير مع كامل احتراماتي الخويا نجيب مراد. تفضل.